هاتريك جديد من بنزيما أنا أكثر السعداء فيه. بنزيما بعد مرحلة الشك اللي مر فيها وتتابع الإصابات طلع بهاتريك يأكد فيه على قوة شخصيته. أنا سعيد له بهالناحية، ومن ناحية ثانية وهي الأهم إنها راح تعطيه دافع معنوي كبير قبل النخبة، قبل البطولة اللي جبناك عشانها يا بنزيما. أحيانا اللاعب ما يحتاج سنوات كثيرة عشان يكون ذكرى جميلة بأذهان الجماهير، يحتاج فقط ذكرى واحدة يخلدها بذاكرة الجماهير، خصوصا إن فريقنا مبتعد عنها من 5 سنوات. أنا متفائل كثير إني راح أشوف نسخة مجنونة من كريم بالنخبة، لأن مباريات الأبطال لعبته وش عاد إذا كان مع فريق مثل الهلال صاحب شخصية. هالشي راح يساعده على استخراج أفضل ما عنده. وفي نقطة ودي أنوه عليها، أنا ما عندي مشكلة إذا فريقنا متقدم فارق هدفين وأكثر إني أشوف أي لاعب ينفذ بلنتياتنا، لكن إذا كنا متعادلين أو متقدمين بفارق هدف مستحيل أتقبل أي منفذ غير نيفيز. صراحة يعني تنفيذ بنزيما اليوم جدا 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 سيء، ومن حسن حظه انها رجعت له الكورة. اعطونا رايكم بمستوى بنزيما اليوم، ولا تنسون اللايك والمتابعة.